السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على قناتي مطبخ حسناء الخلوف. اقتراح حول الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم عصير من اغنى العصائر اللي تقدروا تحضروها في شهر رمضان ومن غير شهر رمضان. اذا كنتوا كتعانيوا من فقر الدم اولا من ضعف العام فهذا العصير هذا غادي ينفعكم بزاف، وبالتجربة الشخصية غني جدا بالفيتامينات وبمادة الحديد، فجميع المكونات ديالو هي طبيعية 100%. اذا استعملتوه بشكل يومي غادي يعطيكم نضاره للبشره الا كنتو كتعانيو من الجفاف ومن الشحوب. اذا ضفنا عليه واحد المكون اللي هو جد بسيط ومتوفر فغادي ينفعكم بزاف في هشاشه العظام، الناس اللي كيعانيو من هشاشه العظام اولا من ضعف العظام. حضروا هذا العصير وشربوه بشكل يومي وانتم ان شاء الله غادي تلاحظوا الفرق في الصحه ديالكم. ندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير. غادي نحتاجو ان شاء الله في هذا العصير. عندي هنايا 2 بربات متوسطين مسلوقين بالماء ديالهم. حاولوا تقشروا البربه وتقطعوها صغيره وتسلقوها في شويه ديال الماء وتحتفظوا بديك الماء، يعني ما تسلقوش البربه وترميو الماء ديالها، عاد تقشروها قطعوها صغيره. من بعد عملوا لها شويه د الماء، قياس تقريبا كاس د الماء، سلقوها ومن بعد كتستعملوها هي والماء ديالها باش المنافع ديال البربه ما كتضيعش. هاد البربه كاين اللي كيسميها البانكار، كاين اللي كيسميها البانكار او لا ريموناتشا على حسب المناطق. هنايا قياس 2 خزوات اولا 2 عدات حتى هما مسلوقين بالماء ديالهم. عندي هنايا كما كتشوفوا 4 ديال الفريصات منقيين ومغسولين، يعني الفريصه هي هذه الوقت ديالها نستعملوها كتغني كثر هذا العصير هذا. فالفريصه اولا جميع الانواع ديال الفواكه والخضر اللي اللون ديالها احمر فهي مضاده للاكسده وكتنفع بزاف في محاربه الامراض. هنايا خديت واحد البنانه اللي تكون طايبه شويه باش من كل ما كان البنان طايب فغادي نستغنيو على السكر، والبنان ملي كيكون طايب كتكون الفيتامينات ديالو كثر. عندي تفاحه اللي هي منقيه ومقشره. ما كنساوش طبعا كاس ديال العصير البرتقال، اولا تقدروا تعوضوه بعصير الحامض اولا عصير الليمون اللي توفر لكم، اولا مركز الليمون على حسب المتوفر. بما ان البرتقال دابا الموسم ديالو يعني موجود بكثره فكتستعملوا واحد الكاس متوسط ديال عصير البرتقال، اولا تقدروا تستعملوا عصير الليمون اللي توفر لكم. باش كنغنيو هذا العصير كيكون يعني كينفعنا بزاف في هشاشه العظام فكنضيفوا له شويه ديال الزبيب اولا العنب المجفف. انا هنا الصراحه ما توفر لي شيء، ولكن عاده كنضيف له انا الزبيب اللي كنرطبوه في شويه ديال الماء ومن بعد كنطحنوا مع هذا العصير. فاذا ضفنا له كما قلت لكم الزبيب فغادي ينفعنا بزاف، يعني في الناس اللي كيعانيوا من الم العظام اولا من هشاشه العظام. كنستعملوا قياس واحد 50 غرام باش كنحليو به، وفي نفس الوقت باش كنغنيو هذا العصير يعني بماده فيتامين دي. غادي ناخذ الخلاط، غادي نضيفوا جميع هاد المكونات في الخلاط ديالنا. البربه اولا البانكار على حسب كما قلت لكم، على حسب كل دوله وشنو كتسميه. الجزر المسلوق اولا خزو مسلوق. 4 ديال الحبات ديال الفريصه، تفاحه وبنانه والعصير ديال البرتقال. غادي نوضعوا كل شيء في الخلاط الكهربائي، وكما قلت لكم الا توفر لكم نتوما الزبيب اولا العنب المجفف فكترطبوه شويه في الماء. من بعد كنضيفوه مع هاد المكونات وكنمزجوا اولا كنخلطوا اولا كنطحنوا الجميع. هاد العصير انا كنستعملو الصراحه بشكل يومي، كما قلت لكم كينفع بزاف الناس اللي كيعانيو من الضعف العام اولا من فقر الدم. كينفع الناس اللي كيعانيو من الشحوب اولا من شحوب البشره ومن جفاف البشره من جفاف الشعر. الصراحه غني جدا بالفيتامينات، يعني ما كينفعكمش فقط غير بماده الحديد، كينفعكم حتى البشره ديالكم والشعر ديالكم. فعصير البرتقال غني فيتامين سي اللي كينفع بزاف البشره ديالنا. هنا كنضيفوا الماء على حسب الكثافه اللي بغيناها حنايا، فكنضيفوا المقدار اللي بغينا. اول مره ما كنضيفوش الماء بزاف حتى كنخلطوا اولا كنطحنوا هاد العناصر مزيان، ومن بعد الا بالنا بقى يعني الخليط ثقيل فكنضيفوا الماء على حسب الرغبه ديالنا. انا هنايا اليوم غادي نحليه فقط بواحد المعلقه وحده ديال السكر، ولكن نتوما تقدروا كما قلت لكم تضيفوا له تغنيوه بالزبيب اولا بالعنب المجفف فهو كيعطي مذاق احسن وطبيعي.
اذا كان العصير ديال البرتقال اللي كتستعملوا حلو، فبعض المرات كيكون العصير يعني حلو، العصير ديال البرتقال حلو، فيمكن فتقدروا ما تستعملوش نهائيا السكر. انا اليوم ضفت واحد المعلقه فقط ديال السكر باش حليته. عليها كنقول لكم استعملوا البنان اللي يكون شويه طايب، ما يكونش يعني ناقص طياب، باش كيحلي لنا هذا العصير، وكنقدروا نستغناو على السكر. هنا من بعد ما طحنت العصير فبان لي بلي القوام ديالو باقي ثقيل، فكنضيف واحد الكميه ديال الماء باش كنخفوا العصير. انا قلت لكم ما قلت لكم الكثافه ديال العصير كتبقى على حسب الذوق ديالكم. هنايا غنضيف معلقه ديال السكر اللي تقدروا تعوضوها بالزبيب اولا بالعنب المجفف، طحنوه مع العصير. انا اليوم ما استعملتوش لان تسالى لي، فعوضته بمعلقه ديال السكر وغادي نطحن مره اخرى. من بعد كيجي على هذا الشكل هذا وعلى هذا القوام هذا. كما قلت لكم هذا العصير كينفع بزاف للبشره وللشعر، لانه غني بالفيتامينات، خصوصا الناس اللي كتكون البشره ديالهم يعني صفراء اولا شاحبه، يستعملوا كاس من هذا العصير يوميا يتناولوه، وغادي يشوفوا ان شاء الله الفرق. كنحضر انا هذا العصير بشكل يومي، كنتناولو يعني بشكل يومي. تخلص الصراحه بفضل الله سبحانه وتعالى، تخلص من فقر الدم، من التعب اولا من الضعف العام. فعوض ما نتناولو يوميا اقراص ديال الحديد اللي كنشروها من الصيدليه، اللي الصراحه اي دواء اولا اي ماده الاستعمال ديالها المفرط اولا المتكرر فكي كيسبب للجسم التكلسات اللي كترسب في الجسم، تقدر تخلق لنا مشاكل اخرى. فعلاش ما نتناولوش شي اولا ما نحضروش شي اشياء اللي هي طبيعيه، يعني بلا ما نخافوا على الصحه ديالنا، ولو ان يعني نستعملوها بشكل يومي او بوقت طويل، فما غادي نخافوش نهائيا منها، لانها خلق الله سبحانه وتعالى يعني طبيعيه في المحيط ديالنا، ماشي بحال الادويه اللي كنشريوها من الصيدليه. كنتمنى ان شاء الله هذا الاقتراح ديال اليوم او هذا الفيديو ينفعكم وتجربوه وتشوفوا النتيجه ديالو ان شاء الله على الصحه ديالكم وعلى الجسم ديالكم. حضروا ان شاء الله في شهر رمضان، غيغني لكم الجسم ديالكم بالفيتامينات وبالمعادن، وحضروه من غير رمضان يعني بشكل يومي، غادي تلاحظوا ان شاء الله الفرق. عواشركم مبروكه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.